السلام عليكم، شلونكم بنات؟ عساكم بخير إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة يعني سهلة للزردة، كلش سهلة، أي واحد يقدر يسويها وبسرعة. أسميها الزردة، بس بيها عندي إضافة تخليها بعد كلش طيبة، وتقدرين تسويها بالسمك، تقدرين تسويها أخف، إحنا نحبها ثخينة. فنبدي بالمقادير مالتها. هاي من بردت طبعا، وهي حارة راح تصير يعني ألين من عندها. تقدرين تكثرين الماء إذا تردينها أخف. هسه أول شي آخذ المقادير بالضبط اللي حطيت لكم إياها، كوب أو جلاس تمن. سووا مقادير يعني قليلة دائما. إذا أنتم مثلا عائلة تكون مثلا 6 نفرات يكفيكم هذا الكوب، حتى 7 يكفي، يعني صار سبع طاسات. صار أنقع التمن لمدة تقريبا ساعة كاملة، بحيث يصير يعني كلش متفتفت كظينة. بعدين تصفينه تمن. عندي هاي بالخلاط طاحونة. الطاحونة هاي طبعا بيها هيل، كنت طاحنة فما نظفتها، يعني هم يخليها ياخذ ريحة الهيل عادي. فأخليها على شكل وجبات، لأن عندي طاحونة كبيرة عندي طاحونة صغيرة، فهاي كميتي صغيرة فقسمتها بين الوجبتين. هاي الهيل بيها. فبعد أنعم راح آخذ عليه قط ثاني، يصير ناعم كلش، يعني ناعمين، يعني ما يصير حبات، يعني حبات يصير مثل قريب مو باودر، يعني قريب الباودر يعني تسوينه، بس لأنه هو رطب فما راح يصير باودر. هنا أنا عندي بالماي 5 جلاسات ماي، والمقادير مالت الشكر تردون تضبطونها، يعني تكون لا حالية كلش ولا هاي. كل جلاس ماي حطوا له خاشوقتين شكر أو ملعقتين شكر، قياس خذوه للحلاوة للكاستر يعني هذا القياس مضبوط. وحليب حطيت 5 ملاعق، ما أريد يعني يطلع طعم الحليب، بس هيك يعني يطلع نكهة، يعني بيه ريحة ونكهة، نكهة الحليب هيك الشكل تطلع أطيب من اكو الزردة اللي يحطون بيها هواي حليب، او هذا او حليب او بدون حليب. حطيت ملعقة كاستر، ملعقة واحدة كاستر. طبعا كله بعد ما محتر انا خاله النار يعني كلش بعد هي يعني اسمها نار، بعده بارد، يعني اذا تحطين الكاستر او هذا هو حار يعني يتكتل. حطيت 5 ملاعق من طحين التمن، وتقدرين تسوينه بطحين التمن هم حلوة، بس هاي انا شوي تبدي يعني شلون يعني بيها محببة. وأحط قليل من صبغ اللوزينة بطرف الخاشوقة مالت الشاي، لا تسوى كلش طوخ يعني مو حلوة. تبدين تقلبين بيها وعلى نار أول مرة متوسطة، أول مرة متوسطة تحطين على نار عالية متوسطة يعني، والتحريك المستمر تقريبا أخذ مني تحريك يعني 10 دقائق، وبعدين على نار هادئة تهدير لمدة هم دقيقتين 3، على مود تتأكدين إنه إذا أكو حبة تمن كبيرة إذا صادفتك يعني خذيها وشوفيها، إذا بعد هي تقرض يعني خليه بعد يتهدر. وإذا شفتيها صارت ثخينة حطي ماي، يعني إذا مثل هدرتيها نسيتيها أنا ما أنساها يعني، بس أنتو يعني بالنسبة لكم يعني تقديري بوقت الساعة يعني مع طبعا مو بس هي مو بس أشتغلها أنا، هي أخليها منها وأشتغل شغلة ثانية. فصارت بهذا السمك كلش ممتازة. شوف الحبات يعني مبينة الحبات مالت التمن يعني ذايبة ذوب. والما تقدر والما تسيطر على هاي الشغلة، خلي تفور التمن أول مرة التمن والماي بدون شكر يستوي التمن، وبتبدي تحط الشكر وتبدي تحط. هم أسوي مرات هيك إذا كانت حبات التمن عندك كلش داقتها دق يعني مو بالطاحونة، فوري التمن نفس المقادير 5 جلاسات ويا 10 جلاسات تمن مطحونة، خليه يفور يستوي بسرعة يعني بدون شكر. بعدين هبدي حطي الشكر مثل نفس المقادير ونفس الأشياء اللي خليتها بساعتها تتكتل عندك، يعني تصير أسهل العملية. هاي اللي ما تقدر يعني تسيطر أو تريد مثلا تريد بس هي الشغلة هي بوحدي، بس أنا يعني متعلمة على هاي الشغلة وعادي أسويها، يعني أسوي هاي الشغلة. إذا مثلا حبات التمن أكو يدقوها ويرسوها بنفس المكان يعني بنفس الجدر. هاي كلش زين هذا القوام. تقريبا صار عندي 7 طاسات من ذنه، يعني حطي دارسين سويه بأي طريقة. أعود تسوي هلال
فما صار الهلال عدل، صار حرف سي، حتى مو سي، السي بالناكهة. يلا حرف د ما يخالف. وهاي أي تشكيلة، أكو يبيعون نقشات يعني جاهزة، طبعا كلش طيبة كلش طيبة. راح تاخذ من عندك وقت يعني 10 دقايق، بس انت واقفة. مثلا سويت وياها انا مرق البوتيت، هسه راح اسوي لكم اياه ويا الدجاج، هم كلش طيبة. شوفوا ذاك الجدر انا خليته هناك يتهدر على نار هادئة، واكمل مرقة الدجاج. وانا ما كملت وحمسته وحطيت الطماط وحطيت الماي. طبعا ايش قلت لكم يعني نار هادئة، يعني شنو اسمها شمعة يعني هيك، وتقلبين لازم همين وهذا تقلبين. احمس البصل والدجاج شوية مثل ياخذ يعني شوية تقلاية. واحط البهارات بعدين من يبدي شوية ينحمس، احط بهارات وكركم وفلفل اسود وكمون احطن وياها، وحبتين هيل. كيف تبي تحطين ورق غار؟ ولو ورق الغار صاير كله مخشوش، ما لازم واحد يشوف له يعني بمواصفات على ورق الغار، لازم يبين العروق مال الورقة وشغلات هواي. بعدين احط المعجون واحط حمسه من المعجون واحط الطماطم. من تبدي الطماطة يعني تنحمس ابدي اخلي الماي. طبعا لا تنسون هم حطيت قرنفل، حطيت دارسين علوب، وحطيت هيلتين، وبس الطعم ماكو هيك رهيب. خليت ماي على مود شوية الدجاج يستوي، ولا هو مستوي طبعا بالطماطة، بس ناخذ له فد 5 دقايق على ما يفور. عندي بوتيتة مسلوقة مقطعة اخليها وياه. التقطيع انتي حسب الرغبة مالتك. هاي تقريبا يعني 6 بوتيتات متوسطة الحجم مسلوقة. هسه بس يفور ابدي انصي النار مالته واحط عليه الملح. من نشوف اللي من تنصين النار ما راح يبخر هواي، راح يستوي من ما يبخر هواي. خلي الملح مالته وخليه على نار هادئة. طبعا هاي صبيته بعد كمل، صبيناه صار وقت الفطور صبيت. وسهمكم العافية، وجربوا هاي الزردة كلش طيبة. يعني تنويع بالحلويات، يوم زردة يوم هريسة، وسووا مقادير كلش قليلة حتى لا تظل اليوم ثاني ويملوها، تكون تخلص بنفس اليوم. كلش أسوي مقادير قليلة. وحتى يعني الشوربات والهاي كلها أحطنها بكاسات صغار، وكلهم ما جاي يعني هم ما جاي يعني يأكلونها كلها. هاي صبينا سوينا اللقيمات والتمين، وخير من الله ونعمة. دائما نسوي مقادير قليلة حتى لا تبقى عندكم، وإذا بقت وهذا يعني هم يعني ايش تردون تخلون بالثلاجة من بقايا. يلا في أمان الله ومع السلامة.